سلام لكردستان. سلاوي فلسطين والقدس لسليماني وكردستان. نعم، جئتكم من بيت المقدس، من رحاب المسجد الأقصى المبارك، من مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنقل لكم تحيات إخوانكم الركع السجود في رحاب الأقصى، ومن المرابطين والمرابطات في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. ويشرفني أن أقف بين أيديكم، يشرفني ذلك، وتقبلت الدعوة التي وجهت لي من الإخوة الكرام من مركز التنمية للنشاطات الشبابية للمشاركة في المهرجان وفي الدورة السابعة لقراء القرآن الكريم. هذه السنة الحسنة، ونأمل أن تستمر سنوياً، وليس غريباً على كردستان أن تحيي ذكرى القراء وتحيي القرآن الكريم في النفوس وفي القلوب وفي العقول. ليس هذا غريباً على الكرد وعلى الأكراد، لأنهم سابقاً ولاحقاً ملتزمون بديننا الإسلامي العظيم وبالقرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أيها العلماء الأجلاء، إن الشعب الكردي هو توأمة مع الشعب الفلسطيني في السراء وفي الضراء، وقد لحق بالشعب الفلسطيني النكبات تلو النكبات، كما لحق بالأكراد نكبات تلو نكبات، فهما في السراء وفي الضراء سواء، وتوأمة بينهما. وأشير بأن الشعب الكردي حريص على القرآن الكريم سابقاً ولاحقاً. نعم، سابقاً حينما كان البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قد كان حريصاً على تربية الجند على التقوى وعلى الالتزام بتلاوة القرآن الكريم، وكان يطلب من الجند أن يتلو القرآن الكريم في قيام الليل. وحينما يتفقد ليلاً خيم وعسكر الجند ليطمئن عليهم، فهناك لاحظ خيمة واحدة لا تتلو القرآن، أي لم يسمع تلاوة القرآن من الخيمة،
فقال: من هنا تأتي الهزيمة، إذن لا بد أن يكون الانتصار من خلال القرآن الكريم. يا أحفاد صلاح الدين، أنتم ورثتم هذا التراث، ورثتم هذه النخوة الدينية، هذا الاهتمام بالقرآن الكريم، فليس غريباً أن تقيموا مسابقات للقراء سنوياً، هو امتداد للسير الذي سار عليه صلاح الدين الأيوبي. وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أيها العلماء الأجلاء، كما تعلمون أن البطل الإسلامي صلاح الدين قد قام بوحدة المسلمين، بتوحيد المسلمين، تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان تحت لوائه من الجند من العراق، من الشام، من مصر، من المغرب، من الجزيرة العربية، من أفغانستان، كانوا جميعاً تحت هذا اللواء، فأدى ذلك إلى الانتصار وإلى تحرير القدس من الفرنجة الصليبيين. ونحن نأمل من الشعب الكردي الشقيق أن يخرج من بينهم صلاح الدين الثاني بمشيئة الله. وليس ذلك على الله بعزيز. نحن لم نيأس، لم نقنط، يبقى أملنا بالله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعليه نحن أتينا من ديار بيت المقدس، من المسرى، من أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، لنربط فلسطين بكردستان ونربط كردستان بفلسطين. وأحييكم أيها الحشد الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم في رحاب الأقصى وقد تحرر من الاحتلال البغيض إن شاء الله. والسلام عليكم.